لقاء مباشر بعد آرب ايدل، صدنا وجبنا اول لقاء. صباح الخير عمار. صباح النور والعافية. وهذا يعني الانتقال لهذه المرحله او الوصول عفوا لهذه المرحله يعتبر فوز. الحمد لله الحمد لله، انا اعتبر نفسي حقيقه الفائز يعني صراحه، مشاهده الجمهور شاهدت الناس وكلامهم، وكان خروج مشرف يعني. اخر حلقه كانت عباره عن يسموها كش ملك. صحيح الحمد لله. عمار، اسالك منذ متى انت كنت ترغب في المشاركه في هذا البرنامج؟ ولماذا هذا العام بالتحديد يعني ذهبت الى هذا البرنامج؟ حقيقه الناس الجميل هو البرنامج هذا صيته كبير جدا، ودائما الناس بيحبوا يشاركوا فيه. انا كان عندي طموح دائما اني بوصل للنجوميه، دائما بحط في بالي عمار انت بتوصل، اشوف محمد عساف، اشوف فنانين كبار، اقول بيجي دورك اصبر فقط. فشاءت الاقدار اني اشارك في الجزء الرابع. ما الاهداف من النجوميه؟ يعني شو بدك منها؟ شوف، هو مساله من الاهداف من النجوميه، لما يكون انت نجم بيكون لك تاثيرك على الناس وعلى المجتمع. وانا اتمنى ان يكون في تاثير لي على المجتمع اليمني وعلى المجتمع العربي، علشان اقدر اغير بعض السلبيات واقدر اوصل ايضا رساله يعني. اي نعم، صوره مختلفه، ثقافه مختلفه عن اليمنيين وعن حضارتنا ايضا للعالم كله. جميل. كيف شايف اصداء المشاركه هذه؟ هل حققت لك ارضت طموحك اللي كان تحلم فيه طول عمرك؟ اي نعم، فوق اللي كنت احلم فيه. انا يعني صح اني طموح، بس ما وصلت طموحاتي للمستوى اللي وصلت لها الان، بس هي فتحت لي طموحات اكثر. الان ما راح اوقف على عرب ايدل، ما راح اوقف على نجوميه، في اهداف عندي، اهداف خيريه ايضا ثانيه، اهداف ان شاء الله تعرفوها في المستقبل باذن الله. طب بعض الجمهور حطموا اجهزه التلفزيون عشان خلينا نشوف شو عمل الجمهور ونرجع نتابع حديثنا مع عمار اذا جاهز لك. لا لا سيدي. يا رجل فين رايح يا مرادي؟ ارجع ارجع يا شيخ. وبالاخير محمود عباس يروح ياخذ اللقب. بالله عليك رايح فين؟ هتكسروا؟ ها؟ هتكسروا جد؟ يا راجل ارجع بالله عليك. لا تدبيسي ولا احلام ولا نانس. والله عندك وطنيه لليمن. الله. طب اديله واحده تاني، اديله واحده تاني عشان نتاكد انه مكسر. اوف. وين الرسيفر؟ الله يهديك يا مرادي، الله يهديك. والله كمعوض لو اقعد اشتغل حياتي ما راح اعوض الشعب والجمهور اللي وقف معي صراحه. طيب عمار، تسمح لي بس بدي اخذ شويه حكي من مها. بدنا شوي تخبرنا عن ميزات الموسيقى اليمنيه. بماذا تمتاز الموسيقى اليمنيه؟ لانه بعض الجمهور العربي لا يعرف الكثير عن هذه الموسيقى وعن خصائصها لهذه الموسيقى. الموسيقى اليمنيه هي ثقافه مختلفه عن اللي انتم سمعتوه من قبل. نعم. احنا اللي وصلت لكم عباره عن جزء بسيط. اللون الحضرمي. نعم. لانه ابو بكر سالم، الفنان ابو بكر سالم اشتغل عليه واظهره للناس بشكل كبير. في الوان مختلفه في اليمن. عندنا على سبيل المثال الصنعاني عندنا 4 الوان. نعم. الصنعاني فقط 4 الوان. عندك اللون الماربي البدوي، واللون الحضرمي، اللون السواحلي اللي هو اصحاب تهامه واصحاب الحديده، واللون اللحجي. كلها ايقاعات مختلفه، كلها بتلعب في مقامات مختلفه، طبقاتها، ادائها، حتى الاكسنت، كل شيء مختلف. الصنعائي يعني له طعم خاص ويجيده بعض قليل من المطربين يجيدوه. ممكن انا اعرف كيف ممكن تسمعنا اياه حتى نفهم شو الموضوع؟ تكنيك الصنعاني لا يتقنها غير اصحاب صنعاء. انا واثق من هذا الكلام. بسمعك على سبيل المثال، اسمعك شيء معين. ايه صنعائي؟ تفضل. ومغان ريد بي وادي الدور. مجموعة آلات في حنجرتك. إذا رحنا على حضرموت شو ممكن يتغير؟ حضرموت شوف على سبيل المثال عندهم الدان. تفضل. هلا يا دان يا دان يا دان يا دان، هلا يا دان يا دان. الله الله. جميل. لو رحنا للسواحلي. تفضل. ونا 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 كله مختلف. كله بالنسبة للحجي اللون الأخير
اللهجة ها ها هيك اللهجة على سبيل يا جميل انت مستهون فيني بس. لو من الالوان اللهجيه والاغاني المعروفه عندكم يا ورد يا كاد اذا سمعتوا عنها. اللهجه مشهور اكثر شيء بالايقاع، ايقاعها السريع له ايقاع راقص. لو قلنا غرروا بك علي حسد وشاني تنرارا لكذا غرروا بك يا ناني كنت عهد الوفا ذي بيننا كان ايش ذي غيرك يا قمري البان. الله هون يمكن لازم في شيء نوضحه للمشاهدين. من الصعب جدا عادة أن ينتقل المغني من مقام إلى مقام آخر ومن نغم إلى، أنت اسم الله عليك يعني عم بتفوت من مقام على مقام ومن نغم إلى نغم بدليل الخبرة يعني على ما يبدو. قد ايه صار لك بتغني عمار؟ أنا في المجال الفني وعمري 4 سنين. هل بدأتها كأناشيد إسلامية أو شاركت بفويس كيدز بقى؟ شاركت في مسابقة أخرى وفزت فيها، حصلت فيها على المركز الأول الحمد لله. فاللي كنت أريد أوصل إنه الثقافة الفنية بتكون مع الوقت. يعني صح إنه العلم شيء مهم جدا، وإنك تغطي وتكمل ثقافتك الفنية بالعلم، بس أنا اكتسبت هذا من الخبرة ومن الحفلات والمسابقات. جميل. طبعا الموهبة أهم شيء في الأساس. طيب الآن وصلت لمرتبة أو مركز زي ما قلت أنت متطور بالنسبة لطموحك، الجمهور صار يعرفك. المركز الثاني تقريبا خلينا نقول في أرب آيدل اداك شهرة كبيرة. ما بعد أرب آيدل؟ ما بعد أرب آيدل هذا هو الصح. هنا التحدي. الأستاذ جميل ظاهر سمعته من قبل وبيتكلم إنه التحدي بيكون ما بعد أرب آيدل. الحمد لله تعاقدنا مع شركة بلاتينيوم ريكورد، وهذه خطوة مهمة جدا. هي إن شاء الله بتركز على أنها توصل صوتنا للناس بشكل أجمل وأرقى. يمكن هذه مشكلة إذا تتفق معي يا جميل. يعني في ناس كثير بيطلعوا أصواتهم جميلة بس بعد البرامج هذه بيختفوا. هون بقى الامتحان المهم. هل هناك نية لتسجيل التراث اليمني بصوتك مع توزيعات جديدة؟ هذا هو الهدف والمسار الأول في حياتي إن شاء الله، إني أوصل الثقافة الفنية والأغاني اليمنية لأكثر ناس مستمعين عربيين وغير عربيين. وصراحة هي ثقافة جميلة جدا. يعني من كان منا نسمع على سبيل المثال، من كان يسمع المغربي، من كان يعرف الأكسنت المغربي. الآن نعرف كلنا الأغاني المغربية ونسمعها وحافظين لها وأيضا نتغنى فيها في الأعراس. بالدور أساس بهذا الموضوع. اللون اليمني مش بغرابة اللون المغربي. فإن شاء الله بس موضوع ذكاء شوي وكيف نوصل الأكسنت اليمني وبعض المصطلحات، وإن شاء الله الكل بيحبها إن شاء الله. كمان يمكن لتجديد بعض الأغاني بإيقاع، يعني يمكن الأغاني اليمنية المعروفة اللي متداولة كثير كمريشة أو ما علينا، يعني هي نحن بنسمع أبو بكر سالم وأحمد فتحي صحيح. على الأقل يعني بمنطقتنا نحن ككل. هؤلاء الأقرب لنا كون بنعرفهم من خلال مشاركاتهم في برامج. وطبعا أبو بكر مدرسة غنائية كبيرة في منطقة الخليج نستمع إليها دائما. شو رأيك نسمع مقطع صغير كمان من أغنية أنت قدمتها في البرنامج ونرجع نتابع الحديث؟ بكر سالم ومحمد عبده، صلحني إذا أنا غلط. يعني أنت هم مدرستين مهمين بالغناء. يعني محمد عبده هو الفنان يعني لا قلبي صراحة، لا أكثر فنان لا قلبي، أحبه بشكل مش طبيعي، وإن شاء الله أتمنى أن يلقاه بإذن الله في المرحلة. طيب أبو بكر سالم ثقافتنا اليمنية. طبعا. بما إنه باقي لنا دقيقة، ممكن نسمع شيء؟ تسمعنا شيء؟ تسمعنا حاجة على السريع؟ على راسي. تفضل. على راسك. بسمعكم اللون الصنعاني أيضا. يقرب الله لي بالعافية والسلامة وصل الحبيب الأغان، ذاك الحبيب الذي حاز الحلا والوسامة وكل معنى حسن وكل معنى حسن.